ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الايجابية والحب. النهاردة هقدم معاكم طريقة عمل السابليه اللي كلنا بنعشقه وبنموت فيه في ايام العيد بالذات. شكله بيبقى مغري لأطفالنا كبار وصغيرين. هقدمه لكم بكل تكاته وحركاته، وازاي تزوقيه وازاي ترصيه من مطبخ مارجو بكل تكاته وحركاته. يا رب يعجبكم يا حبايب قلبي. مش هطول عليكم اكتر من كده، هقوله لكم بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. ودلوقتي هبدأ معاكم مكونات السابليه بتاعنا. نص كيلو من الزبدة نيوزيلندي، وكيلو من الدقيق المنخول حلو جدا جدا، مع كوباية من السكر الباودر، وفانيليا سايلة او فانيليا باودر، وبيضتين. هنبدأ اول حاجة نحط الزبدة اللي بدرجة حرارة الغرفة في بولة، وابتدي اضرب فيها حلو جدا جدا بالمضرب اليدوي لحد ما تاخد معانا الشكل الكريمي الفاتح. طبعا انا بستخدم المضرب اليدوي، فمن الواضح ان الحكاية هتاخد وقت معايا شوية. خليكي صبورة علشان تاخد معاكي شكل حلو، وفي الاخر تديني نتيجة حلوة. بعد ما تتحول الزبدة نيوزيلندي للشكل الكريمي الفاتح اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي انزل بالسكر البودرة معلقة معلقة لحد ما يندمج السكر البودرة مع الزبدة تماما. برضو بضرب بالمضرب اليدوي، والمضرب اليدوي معلش خليكوا صبورين معايا شوية، بياخد وقت بس بيطلع نتيجة حلوة. بعد كده هنزل بالمكون الثالث، بيضة، وهحط على كل بيضة معلقة من الفانيليا مع رشة من الملح الخفيف اللي بتخلي العجينة بتاعتي تطلع لها طعم حلو. طبعا هكمل الضرب بالمضرب اليدوي، وبعد ما احس ان العجينة كلها انسجمت مع بعضها، بس خلوها تاخد الوقت المناسب لها عشان تديني في الاخر نتيجة حلوة. هبتدي اسيب المضرب على جنب وابتدي اشتغل يا اما بالمعلقة يا اما بايديا. طبعا بشتغل من غير ما اعجن، انا يا دوبك بس بحاول ادخل المكونات في بعضها. كل ما بضرب اكتر بالمضرب بحس ان العجينة بتديني نتيجة احسن، بيبقى هش ولونه كريمي فاتح. ابتديت اسيب المضرب على جنب واشتغل بايديا من غير عجن، يا دوبك بس ببس عشان ادخل المكونات في بعضها. سيدي يا سيدي، العجينة طالعة حلوة جدا. طبعا من ملمسها بتبان. العجينة بعد ما خلصت فيها عجن ابتدت تلم من الطبق خالص، مفيش اي مكونات في الطبق. هقسمها لنصين، نص هحطه في طبق تاني وهضيف له معلقتين من الكاكاو عشان يطلع لونه شوكولاتة. طبعا الكاكاو خام معلهوش سكر. وهبتدي امسك الطبق اللي فيه الكاكاو وفيه العجينة، اعجنه حلو جدا عشان يندمج مع بعض ويديني نتيجة حلوة. طبعا كده العجينتين بقوا عندي جاهزين، العجينة اللي باللون الابيض والعجينة اللي باللون الشوكولاتة. هيطلع معايا النص كده والنص كده عشان خاطر لما ازوقهم يدوني نتيجة حلوة. هجيب الصواني بتاعتي وادهنها دهنة خفيفة بالزيت بمنديل كلينكس، ووزع الزيت خفيف جدا علشان ابتدي احط فيها الاشكال اللي انا هطلعها. هجيب كيس نايلون من بتاع السندوتشات، هفتحه وهحط بيه حتة معينة من العجينة حجمها كويس، وهحط فوق الكيس التاني وافرده حلو بالنشابة، يكون سمكه ولا عالي ولا واطي، حوالي نص سنتي او اقل. وبالقطعات بتاعتي كل واحدة زي ما بتحب الاشكال، شكل وردة، شكل قلب، شكل شجرة الكريسماس. طبعا والعدد لازم يكون زوجي، عدد هسيبه مفتوح عادي، والعدد التاني هخرمه من النص بحيث لما احطه في النص المربى يديني شكل حلو. طبعا برص واحدة في الوقت ده في الصينية. هبتدي اولع الفرن بتاعي واسخنه حلو جدا 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 علشان ابتدي اخبز السابليه بتاعي. طبعا بخلص الكمية كلها
وارصها في الصواني علشان انتبه بعد كده للخبيز مفيش حاجة تتحرق مني. ادي تاني شكل زي ما انتوا شايفين شكل القلب، برصه في الصواني. وانبهكم لحاجة، لازم الصينية اللي فيها السابليه اللي بالشوكولاتة احط فيها 1 أو 2 سابليه من اللون الابيض علشان خاطر اعرف درجة السوا وهو في الفرن، لان لون الشوكولاتة ما بيوضحش درجة السوا. حطيت السابليه بتاعي في الفرن على درجة حرارة 170 بعد ما سخنته حلو على الرف الوسطاني. بيقعد السابليه بتاعي في الفرن من 12 دقيقة ل 15 دقيقة بالكتير. بتابعه وبشوف قعره، لو قعره بقى بيش فاتح هبتدي اطلعه. ومعايا لحد ما اخلص كل الكمية. محدش يسيب الفيديو السابليه بتاعي الجميل ده، استنوني هخلصه معاكم وارجع لكم تاني في التزويق. طبعا ادي السابليه بتاعي بعد ما طلع من الفرن، شكله تحفة تحفة تحفة، يامي يامي. طلعت بكمية صغيرة، كمية سابليه حلوة جدا تكفي اسرتي وتفرح قلبهم في العيد. ادي عندي القوالب بتاعة السابليه الصغيرة، بشكل فيها السابليه عادي وبحطه يتخبز عادي في الفرن، وبعد كده بزوقه. ادي شايفين اهو بيطلع شكله شيك جدا والاطفال بتحبه والكبار لان شكله مغري. خلصت كل كمية السابليه بتاعتي وخبزتها في الفرن وسبتها لحد ما بردت. هبتدي من ناحية تانية ازوقها. خليكم معايا، طريقة التزويق مبهجة وبتفرح، وياريت نشارك عيالنا الصغيرة معانا علشان يجيلهم بهجة العيد. ادي معايا مربى بلزق بيها كل 2 سابليه في بعض. طبعا ده ذوق شخصي، كل ربة أسرة عارفة عيالها وزوجها بيحبوا ايه. عندي حمام مية عبارة عن حلتين، فيهم واحدة مية والتانية فيها الشوكولاتة البيضة او الشوكولاتة البني، وبنسيحها. اهم حاجة ان المية ما تحصلش الشوكولاتة في الحلة. اديني بلزق بالمربى. طبعا المربى بتبقى بيوريه ما فيهاش حتت، كلها سايحة علشان خاطر تلزق السابليه في بعضه حلو. او بلزق بالشوكولاتة البيضة او البني، وبحط في النص نوع من النتس، يا اما عين جمل يا اما بندق، كل واحدة وذوقها. وممكن بغطس نصها في الشوكولاتة تاني وممكن لا زي ما انتوا شايفين. وبيطلع في الاخر شكله مبهج وجميل جدا وطعمه ممتاز. وفي الاخر انا وفرت لبيتي واسرتي مبلغ كبير. الحاجات دي لما بتتشرى من الحلوانية بتتشرى بمبلغ كبير، فكده انا ساعدت اسرتي ووفرت لجوزي في مصروف البيت. اديكوا شايفين وانا بزوق، وهكمل معاكم كل الكمية وارجع لكم تاني. محدش يسيبني. ريحة السابليه تجنن، يتاكل من غير ما يتزوق، يتاكل يما تتزوق. المهم ان احنا هناكله في العيد ونفرح بيه. شايفين المنظر اللي على شكل وردة واللي على شكل قلب. بحط واحدة بالشوكولاتة وبحط واحدة بيضة، بحط بينهم يا اما مربى يا اما شوكولاتة بيضة يا اما شوكولاتة بني، وازوق في النص بقطعة من النتس، يا اما عين الجمل يا اما البندق يا اما الفستق المطحون، ودي حاجة بترجع لأذواقنا الشخصية. ريحة السابليه وشكله يجنن يجنن يجنن. عاشت ايديكي يا بنتي يا مارجو، احلى سابليه ده ولا ايه؟ باذن الله هيكون عيد سعيد على الكل، وربنا يستجيب لكل في دعواته. ودلوقتي اللي شاف الفيديو بتاعي وعجبه طريقتي في عمل السابليه بمكوناته وحركاته وتكاته من مطبخ مارجو، ياريت يخش لقناتي ويعمل لي لايك ويكتب لي كومنت حلو عشان يفرحني، ويشترك معايا في القناة علشان تفتحوا نفسي اقدم لكم وصفات جديدة من مطبخ مارجو. استنوني في الوصفة الجديدة بمطبخ مارجو. بحبكم كلكم، كل سنة وانتوا طيبين. باي باي.